السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي الأهلاوي. فيديو جديد، والنهاردة برضو فيديو ملوش علاقة بالفنيات ولا بالتكتيك والحاجات دي، وانت زي ما انت فاهم برضو احنا الحمد لله على قدنا يعني. فلو انت بتتابعني، واتمنى طبعا انك تكون بتابعني، زي ما احنا متعودين ندعي لسوريا وفلسطين ونصلي على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى معايا يا عزيزي، النهاردة اول موضوع جاي نتكلم فيه هو السوشيال ميديا كلها مقلوب عليه يعني بقالها يوم او اتنين، هو موضوع تجديد زيزو لنادي الزمالك او ارتباطه بالنادي الاهلي، والرقم اللي زيزو طالبه او والد زيزو طالبه. انا جاي اقوله لك على حسب كلام كابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور كل حاجه يعني بالارقام بالظبط اهي. كابتن خالد الغندور قال لك نادي الزمالك عرض على والد زيزو 50 مليون ومنحة تعاقد 30 مليون، اي ما يوازي 180 مليون جنيه مصري في الثلاث مواسم، ما يعادل 60 مليون في الموسم الواحد. والد زيزو بقى رفض العرض وقال لك لا احنا عايزين 80 ومنحة تعاقد 50 مليون. يعني كده زيزو عايز 96 مليون في الموسم الواحد، يعني اجمالي الثلاث مواسم 290 مليون. لاعب مصري في 3 سنين هياخد 300 مليون جنيه، يعني اكتر من المليار، من ربع مليار بحته، قرب للنص مليار. ده غير بقى مثلا الاعلانات والحاجات دي دخله في نص مليار في الموسم في الثلاث مواسم. انا بقى عندي وجهة نظر في النقطة ديت، وبرضه هفضل عند نفس النقطة اللي انا قلتها قبل كده. مفيش لاعب مصري حتى لو بيطلع نار من بقه يستاهل 25 30 مليون جنيه في الموسم. مفيش. زيزو من احسن اللعيبه في مصر، من احسن اللعيبه في مصر، بس ما يجيش يقول لي انا عايز 100 مليون في الموسم، او يقول لنادي الزمالك انت بتعمل لي ايه عشان تاخد 100 مليون في الموسم؟ يعني بتجيب لي 20 جون كل موسم، هعمل بهم قال 20 جون كل موسم، ده هتجيب لي بطوله؟ طب ما انا ال 100 مليون بتوعك دول اروح اجيب لي 3 4 لعيبه واظبط النادي بتاعي، هيجيبوا لي برضه ال 3 4 لعيبه هيجيبوا لي اكتر من 20 جون لو انا جبت 3 4 لعيبه كويسين. فمفيش لاعب مصري يا جدعان والله يستاهل 25 30 مليون، وكتير لو لاعب مصري ياخد تعيش 25 30 كتير برضه. الناس بقت طموح اللعيبه، بقى طموح سقف اللعيبه بقى عالي قوي. فانا مش فاهم. زيزو جاي له من الخليج 200 و300 مليون في الموسم، يا عم اتفضل روح الخليج، هناك بيدفعوا وهناك عندهم فلوس. انما انا كنادي الزمالك لا اتحمل رقم زي دوت، لا ازنق نفسي وازنق ادارتي واروح يبقى عنده عقوبات وعندي التزامات تانية معرفش ادفعها بسبب الرقم زي ده. فانا الصراحه انا مش فاهم. يعني مثلا الزمالك هيجدد له، طب بعد ما يجدد له زيزو بعد شهرين يقوم قال لك انا عايز اجدد تاني؟ ما هو بيجدد كل شهرين مره. انا مش فاهم. ماشي هنجدد لك كمان 3 4 مواسم، هتاخد المره دي كام؟ 600 مليون ولا هتخش في المليار؟ فانا مش عارف. يعني هنشوف اليومين الجايين دول قصه زيزو هتخلص على ايه، او عامه يعني مش اليومين الجايين، نهايه الموسم قصه زيزو الله هيحصل فيه. هيجدد للزمالك، هيمشي يروح السعوديه، هيجي الاهلي، الله اعلم. موضوع تاني بقى عزيزي، وهو اعتذار كابتن محمود عبد المنعم كهربا. ني كابتن محمود عبد المنعم كهربا نزل الصوره على الانستا، وهقولها لك برضو الصوره قدامي اهي، كاتب فيها ايه؟ كاتب الجمهور هو متع كرة القدم واهم عناصرها، وجمهور الاهلي اكبر داعم ليا، وعلاقتي بجمهور الاهلي كبيره ولهم رصيد يكفي ويوفي وانا تعرضت لحملات ممنهجه. والله ده انت اللي ممنهج علينا يا كابتن. يعني طب كويس ان انت عارف ان جمهور النادي الاهلي خيروا عليك وخيروا على كل الناس اللي في الاهلي، كويس انت عارف ده. طب الجمهور اللي هو خيروا عليك دوت، انت زعلت منه مثلا عشان شتمك، تمام، انت لا تروح تمنع اللعيبه ان هي ما تروحش، انت يخصك ايه؟ يلزمك في ايه؟ انت مالك؟ انت مش انت زعلان من الجمهور مش عايز تروح تحييه؟ يا عم خد جنب وخش اوضه اللبس، ولا اساسا حد من الجمهور هيلاحظ انت فين؟ انت منتش فارق يعني. المهم نكمل. وتعرضت لحملات ممنهجه والسباب لي ولاهلي بالفاظ محدش يتقبلها على نفسه. تمام يا عم، انا متفق معاك في النقطه دي. ما ينفعش جمهور او اي حد يشتم حد باهله، نقطه كلنا متفقين عليها وما يصحش. ورسائل بعد تسريب رقمي من ناس عايزه تدمر مستقبل الكروي. انت مستقبلك يا كابتن اصلا متدمر، احنا كلنا عارفين. انت بص، انت مشطب كوره بقالك سنتين، انت ما لعبتش غير تقريبا موسم واحد مع النادي الاهلي اللي هو زي الناس يعني. فانت كده كده مالكش مستقبل خلاص. انت فاهم، انت منتش محتاج حد يدمر مستقبلك، انت كده كده مستقبلك خلاص ايه، شكرا. و... ومفيش لاعب عايز يخسر فريقه او يكون وحش، تمام. ما اكيد مفيش لاعب عايز يخسر فريقه، بس في لاعب عايز ياخد اللقطه. في لعيب انا داخل اشوط ضربه الجزاء ديت علشان اقول انا اللي كسبت الفريق
وانا ابقى التوب اخد اللقطه. انت فاهم؟ انت بتعمل كده. وجمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد وصاحب الفضل عليا بعد ربنا، وربنا يجعلكم سند وظهر ليا. لا بص، هو ان هم يبقى سند وظهر ليك ده ما عادش حد هيدعمك. انت خلاص، انت الوقت مثلا انت شطبت. بص، انت مثلا لو كان ال 80% دول واقفين معاك وبيعرجوا معاك اللي هو لا كهربا ومننا وبيحب الاهلي، انت بعد الحركه اللي انت عملتها ده انت خلاص، انت فاهم، انت شطبت بالنسبه لهم. فالحقيقه رسالتك، انا بالنسبه لي انا مش متقبلها. وجمهور اهلي فعلا، الجمهور فعلا هو اللي مش هيتقبل الرساله دي، ومش هيوافق انك تقعد حتى في الفريق، ومش هيبقى عنده حب ليك انك تبقى موجود اصلا في الفرقه. فانت رسالتك دي ملهاش ولا لازمه، وانت كاتبها اصلا علشان الجمهور راح حيا اللعيبه الماتش اللي فات، واللعيبه حيت الجمهور والدنيا بقت تمام. فانت بعدت عن الصوره. فانت لا، انا هكتب رساله علشان ايه؟ اخلي الجمهور يرجع تاني. فانت شكرا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، وما عادش حد هيقف معاك تقريبا، يعني نسبه 80% زي ما انا قلت او 90%. انت شطبت بالنسبه لجمهور النادي الاهلي خالص. انت كده مستقبلك في النادي الاهلي، انا مش متقبلك في النادي الاهلي بعد كده. وانت جالك عرض من نادي السواحلي الليبي، وتقريبا انت موافق انك تروح. فان شاء الله ربنا يوفقك معاهم وما ناش نشوفك تاني. وبس كده عزيزي الاهلاوي، ده كان فيديو على السريع. وما تنساش لو انت بيعجبك محتوايا، او يا سيدي ما بيعجبكش يعني دعمني بشير ولايك وسبسكرايب، سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.